ليه ماتش الاهلي والزمالك بنعتبره ماتش القمه؟ ليه مثلا مش الاتحاد او المصري او الاسماعيلي؟ فتعالى معايا كده نرجع بالزمن 100 سنه لورا ونفهم الحكايه كلها. النادي الاهلي اتاسس سنه 1907 ونادي الزمالك اتاسس سنه 1911، فالاتنين من اقدم الانديه في مصر. لكن النادي الاهلي اتشكل في فتره كان فيها الرياضه جزء كبير من المقاومه ضد الاستعمار الانجليزي، فالاهلي كان رمز للشعب المصري في وقتها، والزمالك كان اسمه المختلط لان اعضائه كانوا من جنسيات مختلفه، فمن ساعتها والتنافس بيزيد بينهم زي النار. يعني عندك مثال، لما كنت تسال حد انت اهلاوي ولا زملكاوي غالبا هيرد عليك يقولك انا اهلاوي، لان ناس كتير كانوا بيعتبروا النادي الاهلي نادي الشعب من ايام المقاومه والاحتلال. والزمالك برضه ليه قاعده جماهيريه ضخمه جدا، لكن في الماضي كان بيتقال انه نادي الطبقه الارستقراطيه، بمعنى الطبقه الاعلى والافضل، يعني مش اي حد يبقى عضو في النادي. لكن الله اعلم الصوره دي اتغيرت ولا لسه. فخلاصه الكلام، التنافس بين الاهلي والزمالك ده مزيج من التاريخ والهويه والانجازات. فماتش القمه مش مجرد 90 دقيقه كوره، دي حكايه شعب. يلا اكتب لي في التعليقات انت اهلاوي ولا زملكاوي علشان نشوف مين اكتر، واوعى تنسى اللايك والاشتراك.